من اسهل واحسن الفطاير اللي تقدروا تعملوها في وجبة عشاء او فطار. بجد حاجة سهلة وسريعة كده وجميلة جدا جدا. بصوا بقى، عاوزة اقول لكم مقاديرها سهلة جدا. بس اول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو عاوزين بقى كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو او قلب حلو كده من عندكم، وتقولوا لي بتتابعوني منين، عشان ده بيسعدني جدا، وبشوف كومنتاتكم وبشوف تعليقاتكم وبشوف كل حاجة حلوة بتعملوها. يلا صلوا على النبي بقى. اول مره تشوفوا قناتي، معاكم يوميات ام ساندي ويوسف. ما تنسوش تعملوا متابعه وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما اعمل فيديو ينزل لكم بيه اشعار جديد. بحبكم في الله. بصوا بقى، هنا جبت حوالي كيلو من الدقيق ونزلت عليهم بشويه ميه ورشه من الملح وشويه دوبك حوالي معلقه سكر، ورحت جايه مقلباها كده ببعضها من غير اي حاجه، يعني ميه ودقيق وشويه من الملح. وهنعجن العجينه لحد ما تبقى ماسكه نفسها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده قطعتها كرات، كور كور زي ما انتم شايفين. ورحت جايه فرداها، حطيتهم طبعا على صينيه فيها زيت عشان ما تلزقش مني. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا بعد ما حطيتها بقى على الصينيه في شويه من الزيت، هتسيبيها بقى لما ترتاح شويه عشان تقدري تفرديها وتبقى سهله معاكي. طبعا طول ما العجين سايباه شويه هيفرد معاكي، لو فردتي على طول هيغلبك. عاوزه اقول لكم هنا المتعه ان انت عارفه ايدك كده في العجين، دي حاجه لوحدها جميله جدا وممتعه قوي. سهله جدا. بصوا بقى، بعد ما سبتها ارتاحت شويه، طبق كده حلو معانا في شويه من الزيت وشويه من السمنه. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات يا جماعه. بصوا بقى، فردتها زي ما انتوا شفتوا، وبعدين طبقتها. كل تطبيقه بطبقها بحط فيها في النص كده شويه من السمنه والزيت عشان تبقى تدي معانا رقات حلوه كده. نجيب واحده كمان ونعملها نفس الطريقه، هنفردها وهنطبقها. التطبيقه بتاعتها سهله جدا. ده مش فطير مشلتت ولا الفطير الفلاحي الجميل بتاعنا، هو فطير حلو برضه بس سريع وسهل كده. وكمان في الطاسة ومن غير فرن ومن غير أي حاجة. هنفرد العجينة حلو كده، وزي ما عملنا الأولانية هنعمل دي. وبين كل واحدة والتانية هنحط سمنة. صليتوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبس كده. بعد ما نفردها وبرضو هنطبقها ونحطها ونسيبها حوالي ربع ساعة عشان تفرد وترتاح معانا، ولما نيجي نسويها تقبقب كده وتبقلل زي ما انت شفت في اول الفيديو. بجد هي ما شاء الله الطريقه ديت او الوصفه بتاعت الفطاير الطاسه دي، هي يعني حلوه. وعجبتني في ايه؟ ان هي سهله، اي حد ممكن يقدر يعملها، وفي نفس الوقت بتاخدش وقت، ومكوناتها سهله جدا. شويه دقيق وملح وميه وسكر، بس كده. بس اهم حاجه بين كل خطوه وخطوه نسيب العجينه ترتاح شويه علشان نقدر ان احنا نشتغل عليها وتتفرد معانا كويس جدا. خلصنا كل الكميه اللي معانا زي ما انتم شايفين. بعد ما ارتاحت شويه يا دوبك بضغط عليها ضغطه بسيطه، اللي هي فرده صغيره. زيت بقى في طاسه، اي طاسه. بصوا انا عامله لكم في الطاسه العاديه الفلاحي بتاعتنا العاديه جدا، وشويه زيت حلوين كده. وسيبيها تسخن قوي قوي الطاسه والزيت، وروحي نازله عليها بالفطاير واحده ورا التانية. هتبص تلاقيها ما شاء الله بتقب معاكي وجميله زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ولا بقى فرن ولا اي حاجه. حته جبنه قديمه بقى يا قمر، شويه عسل حلوين كده، وتاكلي احلى فطير سريع. طبعا الشتاء بقى داخل علينا زي ما انتم شايفين وعارفين كده. الحاجات دي حلوه قوي في الشتاء وبتدفي كده. شايفين التوريقه؟ والله كان مورق وجميل وقمر كده قمر. تقدري تستغني عن الزيت وتعمليها في طاسه تيفال من غير الزيت، هتقب معاكي وتبقى حلوه. لايك للفيديو لو كان عجبك.